السلام عليكم، شلونكم حبايب؟ ان شاء الله تكونون بألف خير. اليوم راح اسوي كليجة العيد، يعود علينا وعليكم بالخير واليمن والبركة. يا رب يجعل ايامكم كلها افراح وسرور وتحقيق الاماني، وكل عام والجميع بألف خير. اتمنى الفيديو ينال اعجابكم. حبدأ بالمقادير وطريقة العمل. بسم الله. عندي قياسي أنا 5 كاسات طحين، هذا قياسي 5 كاسات طحين. راح أنزل الفانيلا، ملعقة ونص كوب سكر، ملعقة كوب خمرة. راح أخلط المكونات. راح أنزل الزبد، كل 3 كاسات طحين كاسة زبد. بسم الله. راح أخلطها الطحين ويا الزبد حتى يتجانس، أو تستخدمين دهن حسب المتوفر اللي عندك. ظلي تفركين هاي الطريقة تسويها حتى يتلابس الزبد أو الدهن ويا الطحين. حبايبي يتجانس الزبد ويا الطحين. هسه راح أضيف قليل من الملح، رشة ملح. تخلطيه. هسه راح انزل الحليب. الحليب هاي كوب ونص، واذا تحتاجين بعد تضيفين. راح اضيف بعد حليب. من اكمل ارجع لكم. حبايبي كملت العجينه، راح اخليها في نص ساعه ترتاح. راح اغطيها. وبالنسبه للحشوات راح استخدم سمسم ومبروشي، انا خليت وياه سكر وهيل، وهذا والتمر هسه راح اسهيه على النار واستخدم اخلي وياه البجوز حتى ما اطول الفيديو عليكم. خليت الطاوة على النار، راح انزل قليل من الزيت. خلي يحمى الزيت الا انزل التمر. انزل التمر. يظل تقليب مستمر. راح انزل هيل، ملعقة كوب هيل مطحون. راح انزل البجوز، واظل تحريك مستمر. هاي كملت التمر وصار كلش لين. راح اتركه يبرد واتواصل وياكم. حبايبي راح ابدي اشكل التمر حتى تسهل علي تشكيل الكليتشة. طبعا خليته يبرد التمر هلا بديت اشكل بيه. هسه كملت تشكيل التمر. هسه راح ابدي اشكل العجينه. بسم الله.
هاي مدة نص ساعة تركتها. بسم الله. هسه حبايبي ابدي اشكل العجينة. هسه كملت تشكيلة العجينة. هسه راح احشيها. بسم الله. هذا القالب راح اسويها، تضغطين عليه حتى تبين الرسمة مال القالب. حبايبي شكلها. اي نوعية قالب عندك تقدرين تستخدمين حسب المتوفر اللي عندك. العجينة ما تخليها هواية تختبر. شوف حبايبي راح اسوي بهذا القالب. ان شاء الله يعود عليكم بالخير وبالصحة. كل عام وانتم بألف خير ان شاء الله للجميع. من اكمل وارجع لكم. هسه كملت تشكيلة كليشة التمر، وهاي كميتها مثل ما تشوفون. راح ادهن وجه الكليشة حبايبي بالبيض، والبيض اخفقه خفق جيد وخليت قليل من البانيلا. هسه حبايبي انا مشغله الاوفن من الاعلى والاسفل قبل 5 دقائق على درجة حرارة 200 درجة مئوية، حتى تدخلين الكليشة بالفرن ساخن. فرن ساخن احسن. ادخل الصينية بالفرن. بسم الله. كمية الكليشة حبايبي ب3 حشوات تمر وسمسم مبروشي، وهذا شكلها النهائي وجدا هشة، وان شاء الله صحة وعافية يا رب والامان. عيدكم مبارك، كل عام وانتم بألف خير.